اهلا بيكم. كل عام وحضراتكم بخير، وان شاء الله صيام مقبول وافطار شهي. حديثنا النهارده يا اخوانا عن اعلان ابو تريكه اللي كركب الدنيا. مع بدايه شهر اول ايام رمضان فجاه ظهر اعلان لاستاد القلعه الحمراء، استاد النادي الاهلي، وظهر شاب برقم 22 بيعمل حركه الطياره بتاعه محمد ابو تريكه. قلنا عادي، لكن المفاجاه كانت ان ظهور محمد ابو تريكه بشكله وشحمه ولحمه في بداية الإعلان وفي نهاية الإعلان بصوته، وده معناه إن الإعلان ده بطله محمد أبو تريكة. طبعا نوعين من الناس: النوع فرحت بوجود محمد أبو تريكة، الناس الطبيعية الناس العادية، وفيه ناس جالها حالة خبلان أو حالة يعني زي ما تقولوا دربكة، حالة مش عارف يقول إيه، لأن الموضوع بقى بالنسبة له أصابه ببعض عدم السيطرة الفكرية يعني. يعني على سبيل المثال، يعني الاستاذ احمد موسى بيقول لك انا هبطل اشجع الاهلي. يا سيدي ما تبطل براحتك، لكن انا رسالتي هنا حضراتكم للناس اللي هي بتهاجم على الاعلان. طب انت بتهاجم مين يعني؟ انت بتهاجم مين يعني؟ سؤالي انك انت بتهاجم مين يعني؟ حاجه غريبه بصراحه. الناس الطبيعيه اللي ما قدرش اللي الناس اللي بتقدر تميز ما بين البخس والسمين، كان الاعلان بالنسبه لها مفرح. لكن الناس يعني كان في ناس تايهه، ما بقتش بيحصل لا عندهم زي ما بيقولوا. لما فاكر حضراتكم لما يكون جهاز الكمبيوتر تديله اوردر كده ويكتب لك كلمه ايرور مع صوت مرعب كده مزعج، في ناس كتير حصل لها ايرور غصب عنها، ما بقتش مجمعه لا عارفه راسها من رجليها. يلا، تحياتي لحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. إعلان محمد أبو تريكة اللي عمل كركبة مع ناس أصبحوا عندهم زي جهاز الكمبيوتر كلمة ايرور. كل عام وحضراتكم بخير، وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.